الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في لقائنا السادس بفضل الله جل جلاله حول تأملاتنا في سورة النور. وقد توقفنا بفضل الله وحوله ومدده في لقائنا السابق مع قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقلنا أن خاتمة الآية مهمة، لا يحافظ على هذه العهود إلا المؤمن وفقط. المؤمن هو الذي يلتزم بتعاليم الدين، بتعاليم القرآن والسنة، وهذا هو الفرق والمقياس بين الإنسان وبين الآخر. فالله يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. المؤمن هو الذي لا يعود أبدا لمثل هذه الأقوال الدنيئة البشعة. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. عليم بمن سيمتثل، وحكيم لماذا فعل هذا الأمر من باب البلاء والابتلاء لكل الناس. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. ولذلك يا إخواني، لا يوجد شيء في الكون يمشي إلا بمشيئة الله وحكمته. ليه؟ في واحد في الفتنة يسقط، وواحد في الفتنة يعلو ويرتقي في المراتب. ندي مثال. كان في واحد زمان على أدرك الإسلام اسمه الأعشى، ده كان شاعر. هذا الرجل سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء تقريبا من اليمن أو من بلاد البحرين، كان بعيد جدا، وقال: لا أنزلن من على دبتي إلا وأنا عند محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. شوف الرجل قطع المشوار الطويل ده. فقابله أبو سفيان ولم يسلم بعد، ما كانش لسه أسلم، والأعشى ده كان شاعر مشهور. فقال له: يا أعشى، ما جاء بك؟ قال: سمعت عن محمد وأريد أن أقابله عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو سفيان قبل الإسلام عايز يمنعه عن الإسلام، فقال له: ولكنه، خلي بالك، يحرم عليك الزنا، يعني لو اتبعت محمد مش هتزني. فقال: مالي ومال الزنا، أنا رجل كبير لا حاجة لي به. فقال: يمنعك من الخمر، خلي بالك. قال: عندي قربة من الخمر أعود إليها أشرب منها، فإذا انتهت عدت إليه. يعني بيقول له لو أنت رحت لمحمد هيمنع عنك الخمرة. فبقول: لا، الخمرة، لا، أنا عندي إزازة فيها خمرة، أرجع بقى بلاد البحرين ولا اليمن، شوف المشوار، أشربها وبرجع له تاني. فأبو سفيان طمع فيه، قال لك يجي منه. فقال له: خذ 100 من الإبل ولا تقبل إلا بعد عامنا هذا، يعني خذ 100 جمل اهم، وما تجيش إلا السنة الجاية. فإن تغلبنا عليه زفرت بها، يعني لو احنا كسبنا محمد
ال100 إبل دي حلال عليك، وإن هو ظفر بنا اتبعت دينه وأخذت ال100 إبل. المهم إنه عايز يبعده وخلاص. الأعشى قام واخد 100 إبل ورجع. بمجرد أن وصل إلى بلدته رفسته دبته فمات. شوف مات على إيه؟ والعياذ بالله. مع أنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بضعة خطوات، ولكنه مات على غير الإسلام. فده يعلمنا إيه؟ إن أنت ممكن يكون بينك وبين الجنة بضعة خطوات قصيرة، جزاك الله خير يا مولانا، ولكن الشيطان لا يتركك أبدا تصفر بهذا النعيم. يوسوس لك، يكرهك، يبعدك، يأمل لك. المهم أن تبتعد عن طريق الله، ده المهم. طب لو أنت دخلت في طريق الله يحاول يشغلك بالأفكار السيئة، أي حاجة يخليك تبتدع، يخليك تكره المجتمع، تنعزل عن المجتمع. ودي مسألة خطيرة جدا ولازم ان احنا نتكلم فيها. الانسان الملتزم المؤمن لا يمكن ان ينعزل عن المجتمع، لا، ولا يكره المجتمع، لا، ولا يكفر المجتمع، لا يمكن، لا يمكن. ليه؟ لأنه هو مبلغ عن الله، والله جل جلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد أصبر على أذى الناس من الله. شوف الحديث ده مهم جدا. ما منكم من أحد أصبر على أذى الناس من الله. يسبه ابن آدم، يسبه. شوف كم واحد بيسب الدين النهارده. يسبه ابن آدم ويرزقهم ويعطيهم. طب ما ممكن ربنا يخسف بينا الأرض ولا ايه؟ يقدر ولا لا؟ ممكن ربنا ينزل علينا الهلاك دلوقتي. واحد بيتحدى ربنا يقوم مدمر كل حاجة. ولكن في هنا مشكلة. الله جل جلاله بعلمه، في علمه يعلم أن عذابه شديد، وأن عبده لن يقدر أبدا عليه، فيعذره ويمهله ويتركه ويصبر عليه ويعطيه من أسباب الأمل والنجاة وما إلى ذلك، بل ويفتح له باب التوبة آناء الليل وأطراف النهار. شفت دي؟ عشان كده الإنسان لا يقنط أبدا من رحمة الله مهما فعل. دور مين ده بقى اللي يقوم به؟ دور المبلغ عن الله. المبلغ عن الله هو الذي يعطي الأمل للناس، لا أن يقنط الناس مهما فعلوا. خلي بالك من الجمل. ولذلك لما سمع الله قول فرعون: أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، هذه مقولة كفر تستحق الهلاك، ومع ذلك عامله الله برحمته، فأرسل إليه موسى عليه وعلى الصلاة والسلام لعله، اللي هو فرعون، أن يعود مما يقول. خلي بالك بقى من الجملة دي، مهمة جدا. فهم موسى مراد الله. سيدنا موسى فهم ايه؟ أن الله يريد لفرعون أن يعود وأن يتوب وأن يترك طريق الكفر. سيدنا موسى فهم كده، مش فاهم انه راح عشان يعذب فرعون او يهلك فرعون، لا. فسيدنا موسى
لما فهم هذه الرسالة الربانية العالية عمل ايه؟ طلب من ربه أن يؤيده بأخيه هارون. أفصح مني لسانا. طب هو هارون أفصح لسان من موسى؟ الجواب لا، بدليل ان كل الحوار في القرآن حوار موسى ولا هارون مع فرعون؟ حوار مين؟ حوار موسى، مش كده؟ امال سيدنا موسى طلب هارون يبقى معاه ليه؟ لأنه إن لم يستطع أن يبلغ مراد الله وعفو الله ورحمة الله لفرعون قال لعل أخي هارون يستطيع أن يفعل ذلك. شوف الجمال. وذاك المولى عز وجل استجاب له فقال فقولا له قولا لينا لعله ايه؟ ان يتذكر، يرجع، يتوب، يفوق. وقام بواجبه. وفرعون هو الذي اختار الهلاك لنفسه. ولذلك ربنا بيقول لك في القرآن ايه؟ ما يفعل الله بعذابكم. يعني ربنا مش خلقك عشان يعذبك، لا، ده هو ميسر لك سبل السعادة. بس كل المشكلة فين؟ النقطة الغامضة في الإنسان. هي دي القضية. إنسان ما عندوش ثقة في ربنا فبيمشي في الحرام. إنسان عاوز رزق سريع فبيتاجر في الحرام. طب على حساب ايه؟ على حساب ايه؟ على حساب الحلال، على حساب الدين، على حساب رضا ربنا. بتكون النتيجة ايه؟ بتكون النتيجة ايه؟ والعياذ بالله ان هذا الانسان يتمادى ويتمادى ويتمادى الى ان يصل الى نقطة ايه؟ هلكته. هديكم مثال صغير، قصة حقيقية بس هي من فترة طويلة دايما بحب استشهد بيها. في راجل عربي اسمه كارلوس منعم. امه عربية، كانت متجوزة رجل ارجنتيني. كارلوس ده اتولد في الارجنتين، المهم خد الجنسية، المهم عاش فيها، المهم في انتخابات رئاسة رشح نفسه كسب. فقالوا له لا والله ما نقدرش نديك الرئاسة. ليه؟ قالوا له قانون دولة الارجنتين لازم تكون ايه؟ نصراني مش مسلم، وانت مسلم اسمك عبد الرحمن، فاختار بين دينك وبين الملك والرئاسة. فقالوا الشيطان قال له ديني يا عام، حد يسيب الرئاسة والملك والفلوس والهيلمان ومش عارف ايه. المهم قام غير دينه وسمى نفسه من عبد الرحمن منعم ليه؟ كارلوس منعم، والعياذ بالله. ومسك رئاسة الأرجنتين فعلا، قاعد رئيس لو حد فاكر. خلص ال4 سنين بتوعه رئيس. وبعد ال4 سنين ربنا رزقه بقاضي أرجنتيني فحر وراه، قال لك ده كارلوس ده ارتكب قضايا فساد وقضايا كذا وقضايا كذا وقضايا كذا. المهم قبضوا عليه، والقضاء الأرجنتيني حكم عليه ب20 سنة سجن. بكم؟ ب20 سنة سجن، أشغال شقة مؤبدة، وهو مات في سجنه. طيب كسب ايه؟ استفاد ايه؟ ما استفادش حاجة، خسر كل حاجة. طب الراجل ده لو كان تمسك بالدين كان هيحصل له ايه؟ والله لا يعيشن ملكا في أرض الله. هي دي القضية اللي احنا محتاجين نفهمها، الناس تفهمها الوقت وامبارح وبكرة وبعد بكرة. هي دي القضية. ملك الملوك الذي يملك هذا الكون
يستطيع أن يجعلك أغنى أغنياء الأرض بنظرة. وبعدين أنا هديك حاجة صغيرة قوي عشان تصدق الكلام. أنا عارف أن أنتم مصدقين بس حتة لقطة كده. أنت النهاردة لو غبت عن زوجتك وأولادك يوم أو يومين أو 3، بتلاقي ممكن الدنيا تقف، الدنيا تلوص، مش عارف ايه، حامل همهم. طب شوف بقى الفتية الذين آمنوا بربهم اللي هم بتوع الكهف، قعدوا في الكهف قد ايه؟ ها 300 وايه وازدادوا 9، 300 سنة و9. طب انا عاوزك تحسبها لي 300 سنة و9 يعني كام يوم؟ كام يوم؟ احسبها انت بقى، ده قصة كبيرة جدا. كتير جدا. طب الناس دول في الكهف لا اكل ولا شرب ولا اي حاجة، من الذي تكفل بهم؟ ولا معهم اي حاجة، ومع ذلك تكفل الله بهم في كل شيء. مش كده ولا ايه؟ 300 سنة و9، وأنت مهما ملكت إذا غبت عن أهلك أو أولادك أو عملك، وطبعا الناس اللي هي في شغلها عارفة الكلام ده، يقول له تعالى سيب شغلك، يقول لك لا الشغل يقف يا عم، ده يقف، هو عارف. فما بالك لو تكفل الله بك، هيبقى حياتك عاملة ايه؟ قصتك عاملة ايه؟ مصيرك عامل ايه؟ دي نقطة مهمة. فأنا عشان كده بقول دايما الدين مش دروشة، بس الدين الصح، الدين المعتدل، الدين اللي جاي لمصلحة الناس، الدين اللي جاي علشان يخلي الناس سعداء. ده الدين الجميل اللي الناس لو فهمته وعاشته. إنما أنت النهاردة في قمة الدروشة، لا طايل دنيا ولا طايل آخرة ولا حتى طايل كورة زي الناس ما بتقول. النهاردة أنت بقيت فاشل في كل حاجة، حتى الدنيا، حتى في اللعب فاشل في كل حاجة. ليه؟ لأنك بصراحة ابتعدت كتير جدا 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 عن الدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الطريق من ها هنا إن كنتم مؤمنين إذا أردتم الإيمان. طب الإيمان ده يستلزم إيه بقى؟ الإيمان ده بقى ياخد عندك بقى يستلزم الرزق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الرزق والأمن والأمان والحفظ والرعاية والرأفة والرحمة، كل حاجة، وانشراح الصدر وراحة البال، كل حاجة تكون للمؤمن وفقط. والنبي بيقول لك الحديث اللي احنا قلناه مليون مرة، ان افضل صنف على وجه الارض هو المؤمن. عجبا لامر المؤمن ان امره له كله خير، في السراء شكر وفي الضراء صبر. ليه؟ لان النهاردة انت ما كانش حيلتك حاجة، بقى معاك 10 جنيه، ضاع منك 5، هتشكر، لان انت هتقول انا ما كانش معايا اصلا حاجة، لسه 5. نعمة ولا لا؟ نعمة، هتشكر. ده المؤمن. لكن غير المؤمن طماع، عاوز كل حاجة، ولو راح منه جنيه واحد ممكن يعمل، يسخط ويشتم ويسب ويلعن ويعمل كل حاجة، لأنه مش مؤمن. ولذلك أنا بقول إيه؟
إياك في ابتلائك أن تري ربك ما لا يرضيه، فإنه حينما يبتليك ليسعدك، بس اختبار. زي سيدنا أيوب 18 سنة، صحة راحت، ابنه مات، فلوسه راحت، 18 سنة. الحمد لله، الحمد لله. ايه العاقبة لما رضي بقضاء الله واستسلم له؟ الصحة رجعت، رزق بولدين، أغنى واحد في المدينة بأكملها. العاقبة تقوى الإيمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ خلي بالك، في طريق صح وطريق غلط. ايه الطريق الغلط يا رب؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ده غلط، كده بتعرض نفسك لربنا. خلي بالنا من الألفاظ الآية، إن الذين يحبون. ليه قال لي يحبون هنا؟ يحبون يقصدون ذلك ويريدون ذلك. زي ما واحد يقول لك ايه، انت حاططني في دماغك، ده عاوز كده، مصمم على كده. يبقى ده مش واحد ما يقصدش او غلطة او مغفل، لا، ده متعمد. ومش مرة وسكت، لا، يحبون فعل مضارع يفيد الاستمرار. عاوزك تقع في الفاحشة، تقع في الفاحشة. ازاي؟ بأي حاجة. إشاعات، أفلام، برامج، فلوس، بشر، أي حاجة. المهم تقع في الفاحشة، المهم تبقى وحش. لذلك احنا الناس زمان مثلا كانت تيجي تقول لك ايه، انتوا دايما تقولوا الفن حرام، التمثيل حرام، والمش عارف ايه حرام. انا عايز اسأل اي واحد عنده ضمير، هات اي النهاردة اي فيلم، الفيلم قوامه ايه؟ قوامه بنات عرايا. ليه؟ عشان الشاب يخرج من الفيلم عايز كل البنات اللي في الشوارع كده. ده كان زمان يكتب لك للكبار فقط، لا، الموضة دلوقتي من بعد فيلم حلاوة روح شغالين في الشباب، بيغرس فيه الإلحاد والشذوذ والمنكر علنا. زي البرامج اللي موجودة دلوقتي في الفضائيات. برامج ايه؟ رقص. شاب كل وظيفته في حياته، كل إمكانياته، بيعرف يرقص ولا لا؟ يجيب لك ولد وبنت عارية جنبه ومبسوطة قوي ان لجنة المسابقات تقول لها انت جسمك جميل، رأسك حلو، انت متعتنا النهاردة. ما هذا؟ مصلحة مين؟ والنتيجة ايه؟ النتيجة ايه؟ ما هو ده تطرف. لان الشاب النهاردة لما يفسد، اول شيء بيعمله معاه الشيطان انه هيخلي غيره يفسد. اسأل اي واحد شرب مخدرات،
اتحداك. هو ما كانش بيشرب وبعدين شرب، قول له شربت مخدرات ازاي؟ يقول لك ايه؟ واحد صاحبي منه لله. واسأل صاحبه، واحد صاحبي منه لله. مش كده ولا ايه؟ هي دوامة. الفاسد عاوز غيره يبقى فاسد زيه، يقول لك اشمعنى انا؟ ادمره، احطمه. الاسلام بقى بيقول لك ايه؟ طب واحنا اصلا ليه نفتح الباب ده من البداية؟ ليه؟ لا ده لازم احافظ عليك، ابعدك. فاحنا لما بنيجي نقول للشباب يا جماعة ما حدش يشوف الافلام دي، ما حدش يشوف البرامج دي، ده مش تطرف ولا تشدد، لا ده انا بحميك انت، بخاف عليك انت، لان انت اول بصة خلاص هتقع، هتقع. زي شاب انا عارفه كويس، شاب جميل ما شاء الله، قاعد هنا بياخد مرتب كويس، الشيطان لعب في دماغه، معيشة صعبة، بكرة بعد بكرة شقة تمليك، مش هتعرف تتجوز. المهم لقيته جاي بيقول لي انا رايح اشتغل في شرم الشيخ، هيدوني 5000. يا ابني الله يهديك، الله يهديك، مش هتقدر تقاوم. اسمع الكلام. قال لا انا بصلي وهناك وهعمل وهسوي ومش عارف ايه. راح ما رجعش، راح ما رجعش. انتوا فاهمين ما رجعش يعني ايه؟ خلاص المنكرات جامدة وانت بشر، وانت بشر. بس الشيطان بيعمل ايه؟ بيزين لك هتاخد 5، هتاخد 6، هتاخد 7. هي كده الدنيا كده. فالأعشى ده رجع بلده، ما رجعش تاني، لا طال خمرة ولا طال إبل ولا طال دنيا ولا طال إسلام ولا طال آخرة. كسب ايه؟ هي دي الحقيقة. كسب ايه؟ كسبش حاجة. الإنسان يقعد يلف يلف وفي الآخر تلاقوش كسب أي حاجة والعياذ بالله. مش كده ربنا بيقول لك ايه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. تشيع يعني ايه؟ تنتشر. من تشييع الجنازة، اسمها تشييع الجنازة. ليه؟ لأن الأصل في الجنازة تكون ظاهرة كل الناس شايفاها، عشان اللي يقدر يجي يصلي عليها أو يمشي وراها يكتر، مصلحة للميت، مفيدة للميت. دي من إشاعة الشيء، نشره، شهرته. فهؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة. فاحشة هو الفعل المنكر واللفظ المنكر والجسم المنكر. يحبون أن تمشي المرأة عارية. ليه؟ عشان حضرتك الشيطان يجي لك يقول لك شايف بنت دي؟ يلا تمشي في طريقها. طب وبعدين هتروح فين؟ كلمة في كلمة في كلمة وتكبر القضية، وواحد من الجيران يشوفك أو حد يشوفك وتتحول المسألة إلى قضية إيه؟ قتل، أو والعياذ بالله فضيحة. وفي الآخر أنت الخسران. بس الشيطان عاوز كده، تشيع الفاحشة، أفلام قبيحة تنتشر، كل حاجة تنتشر. عشان كده أنا عايز أقول لك إيه، جه شاب مرة بيقول لي أنا بحب أدخل على النت، عندي فيس ومش عارف إيه وبتاع، أدخل ولا لا؟ قلت له إن كان ده هيفيدك في دينك ادخل، أنت أضرب نفسك. إن كان مش هيفيدك في دينك ابعد عنه، ابعد.
قولا واحدا. شوف نفسك، لو انت مشيت مع فلان الفلاني ده هيبعدك عن ربنا، سيبه ما تفكرش. لو مشيت مع فلان الفلاني ده هيخليك تتعامل بالربا، سيبه ما تفكرش. مفيش في دي مجاملات، اوعى. لو مشيت مع واحد كل شوية دنيا 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 دنيا، سيبه. لكن لما تمشي مع واحد عاوز لك الخير، امسك فيه كده. ليه؟ لان ده كنز، لانه هو يقربك من ربنا. الصاحب الجيد الجميل، البيئة النظيفة. احنا محتاجين الكلام ده النهاردة في عز الفتن اللي احنا فيها. يا ريت نرجع زي زمان، يا ريت. ما هو اصل انت لو قاطعت الحرام، الحرام هيقع، الحرام هيقع. لكن مشكلتك انك متناقض، بتقول انا مش عايز الحرام، واول لما تروح تجيب الريموت على ايه؟ على الحرام. انت عاوز ولا مش عاوز؟ هي دي القضية. خليك صريح. انت رايح الجامعة ليه؟ رايح الكلية ليه؟ عشان علم ولا عشان بنت؟ خليك صريح. هي دي القضية اللي احنا لازم نفهمها النهاردة. ففي ناس حياتهم انها تشيع الفاحشة، بس المين؟ شوف بقى الآية في مين. شوف ربنا بيقول لك ايه؟ في الذين آمنوا. طب هناك الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان ما تلاقوش عند واحد بيشرب مخدرات او بيبيع مخدرات او قاعد في خمارة او بيشرب خمر. لا لا، روح دلوقتي على القهاوي تلاقي كومبليت كامل العدد. امال الشيطان يجي يوقف لك هنا على الباب ده، على الباب ده. جاي مثلا بتصلي، قال لك في درس في المسجد. لك يا عم درس ايه يا عم؟ هي الناس دي هتقول ايه يا عم؟ روح شوف شغلك، شوف مصلحتك. ماشي، شوف مصلحتك. طب ما انت في نفس الوقت بتروح تقعد على القهوة بالثلاث 4 5 6 ساعات ولا اكتر. كل حياتك ايه؟ شتيمة وسب وغيبة ونميمة والبت بنت كذا وابن كذا وضمنة وطاولة وتروح تنام. ده حتى يا اخي صلاة الفجر، كان زمان لها حرمة. كنت بقول الوقت ده وقت ربنا، تلاقي الحياة هادية ما شاء الله، الشوارع جميلة. الوقت تبقى نازل تصلي الفجر، تلاقي القهاوي برضو صوت الضمنة طالع، صوت الأغاني طالع، صوت العيال وهي بتضحك طالع، صوت مش عارف ايه. فين ايه يا عم؟ ايه اللي جرى؟ ليه وصلنا كده؟ وهقول لك العنوان، عنوان انت بتدمر نفسك. بس واحد بيدمر نفسه هنعمل له ايه؟ بس انت المشكلة انك بتدمر مجتمع باكمله، مجتمع كامل. لانك لما بتجني على نفسك بتجني على ابوك وامك واخواتك وجيرانك كله. والمشكلة انت بقى عملت الفاحشة، أشعت الفاحشة، نشرت الفاحشة في الذين آمنوا. طيب أفهم إيه من الآية دي؟ أفهم إن أنا كمؤمن لازم أكون فاهم كده كويس. مش هلاقي مجتمع ملائكي، لا، هلاقي مجتمع لو بدأت أجي المسجد أصلي هلاقي مجتمع عاوزك تكون منحرف. طب دورك إيه؟ دورك إيه؟ مالكش دعوة بالناس دي، مالكش دعوة بيهم. ما تبصش عليهم، ما تعرفهمش، ما تسمعهمش
خالص، لا من قريب ولا من بعيد. لو انت عملت كده انتهت القصة. بس هم عاوزينك تشوفهم وتكلمهم وتخالطهم، والنتيجة ممكن تكون واحد منهم. والعبرة بالخواتيم. الشيطان لا ييأس أبدا من إضلالك أيها الإنسان. لآخر لحظة في عمرك يطمع فيك، يطمع فيك. لما تكون فقير يتمنى تبقى غني. تخيل. عارف ليه؟ لأن الفقر انت بتصلي يقول لك ايه؟ لا يجي له فلوس يتلهي فيها. عشان ايه؟ يفكر اخلي المحل 2 و3 و4 و5، واخلي العربية اللي موديل 96 0. ازاي؟ على حساب الدين، على حساب الدين، على حساب الصلاة، على حساب اي حاجة. لو انت بدأت تقع في الفخ ده اعرف ان الفلوس دي والمال ده نقمة عليك والعياذ بالله، ممكن تدمرك. سؤال: لو قارون ما كانش عنده كل هذا المال كان هيخسف به؟ الجواب لا. لأن المال اللي خلاه يطغى ويستغني فخسف به. لو فرعون ما كانش عنده الملك والسلطان كان هيقول أنا ربكم الأعلى؟ الجواب لا. عشان كده كل واحد لازم يمسك ترتيب حساباته. وأقول لكم على معلومة مهمة عشان أبقى صادق معاكم. الأيام دي أنت فرض عليك، فرض ترجع للدين. عارف ليه؟ لأن الفتن محوطاك من كل جانب، كل جانب. مين اللي ينقذك منها؟ حاجة واحدة بس: الدين. مش القهوة ولا الفلوس ولا العربية ولا صاحب السوق، لا، الدين هو الحاجة الوحيدة اللي ينجيك من الفتن. طب ما بالك انت في الفتن بتبعد عن الدين؟ يعني ايه؟ بحكم على نفسي بالإعدام، بالإعدام. عشان كده دلوقتي بتسمع وتشوف حاجات غريبة، طرائف وعجائب في كل حاجة الإنسان ما يصدقهاش. لأن كتير من الناس تحولوا إلى آلة، بعد عن ربنا قوي فأصبح بلا روح، جسد يأكل ويشرب وينام، آلة بالزرار، عادش عنده مشاعر ولا أحاسيس ولا روح ولا أي حاجة. تعرف الكلام ده إمتى؟ تعرفه وانت جاي تصلي. شوف انت بتصلي بحب وإحساس ولا لا. شوف انت لما بتيجي تقرأ آية بتقرأها بحب ولا لا. بس مسألة مهمة. شوف بقى، شيع الفاحشة في الذين آمنوا، بس ساعة ساعتين 3 وبعدين حياتك انتهت غصب عنك، غصب عنك. وبعدين اللي ماشي وحش شوف بيموت ازاي والعياذ بالله. سرطان، امراض خبيثة، شوف بيموت ازاي. مشكلة مش في كده بقى، مشكلة لما تموت هيحصل لك ايه؟ لهم عذاب أليم
أليم. والله يا جماعة أنا كنت بزور واحد من 3 أيام عنده التهاب في رجليه، راجل كبير هيبة، دكتور 2-5-15 مفيش، مسكنات يمكن بياخد كل يوم أكتر من 10 حقن مسكنات مفيش. شوف هو بيبكي من الألم، ألم. امال ربنا يعافينا ويعافينا يا رب لما تكون منقوع في قلب جهنم. هتعمل ايه؟ النار من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، مشكلة، منقوع في قلبها ومش هتخرج. شوف لهم عذاب أليم. يا ستير يا رب، في الدنيا والآخرة. الدنيا بس ازاي الدنيا؟ ده راجل مشهور، معاه فلوس، معاه عربيات، بيتهيألك أتعس خلق الله. شوف أتعس خلق الله، تلاقي معاه مليارات بس. ولذلك أنا دايما بحب أحكي لما مايكل جاكسون انتحر، أشهر مطرب في العالم وأغنى رجل في أمريكا بعد بتاع الكمبيوتر، ناقصه إيه؟ كان دافع فلوس علشان يدفن فوق القمر زي ما انتوا عارفين. شوف الفلوس، مش عاوز يدفن زي حالاتنا كده على الأرض. بيقولوا لأخوه هو انتحر ليه؟ قال لك ده كويس انه انتحر، لأنه والعياذ بالله كان عنده اكتئاب لو وزعناها على الكرة الأرضية ما يقضهمش. ما كانش بيعرف ينام بالليل، ياخد بال10-15 علبة مهدئ وما ينامش. سبحانك يا رب. طب والفلوس والشهرة ما بتسعدش، عارف ليه؟ عشان ربنا مش راضي عنك. ربنا مش راضي عنك، جسمك بيكرهك، فلوس اللي في جيبك بتكرهك، العربية اللي انت راكبها بتكرهك. تخيل، لان مفيش صلة بينك وبين ربنا، يبقى مفيش سعادة. والقوي في الأقوى منه. تفتري يجي لك حاجة هايفة كده تخلص فيك القديم والجديد، فتلاقي حياتك نكد وضنك وهم في الدنيا. والآخرة حدث ولا حرج. شوف، والله يعلم ايه؟ يعلم مصير هؤلاء، يعلم مدى ما سيصلون إليه من ألم وعذاب وجحيم، ويعلم أن المؤمن لو تمسك بدينه مدى ما سيصل إليه من نعيم. لدرجة من كتر النعيم ده ايه؟ يجي الشهيد ربنا يقول له ايه؟ ماذا تريد؟ عاوز حاجة؟ نفسك في ايه؟ الشهيد واحد مات، اما يشوف بقى جمال الجنة وعظمة الجنة ايه دي؟ نفسك في ايه؟ يقول يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقتل فيك 100 مرة. مش مرة واحدة، 100 مرة، بس انت رجعني بس. من شدة جمال الايه؟ النعيم، ونعيم ابدي، مفيش انقطاع ولا شوية واخرج، لا ابدا. كل وظيفتك في الحياة
انك تتنعم بس. اكلها ايه؟ دائم دائم. ربنا بقى بيقول لك، بيديك آية عظيمة قوي، يقول لك ايه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته. دي لمين؟ دي للإنسان الكويس. ليه؟ لو أنا سألتك سؤال دلوقتي، أي شاب بسأله بقول له إيه؟ نفسك تبقى زي مين؟ هتقول لي مثلا نفسي أبقى زي لعيب الكورة، نفسي أبقى زي لعيب الكورة فلان الفلاني، أو زي الممثل فلان الفلاني، مش كده؟ مش المشكلة تكون شكل مين، المهم الفلوس دي من الحلال ولا من الحرام. هي دي القصة. واحد يقول لك انا نفسي ابقى زي فلان الفلاني ده. عارف ربنا بيقول لك ايه؟ انت تمنيت لكن انا مش هديها لك عشان بحبك. لا، انا هخليك من اللي بيقعدوا في الجامع. ليه يا رب؟ عشان اللي بيقعدوا في الجامع وانت قاعد معاهم دي اللي هتنفعك، دي اللي هتوديك عندي، هتتنعم بيها. بقى اديتك 50 سنة شهرة بس قدامهم تقعد 5 أيام في جهنم. تختار ايه؟ ترضى؟ طب لو اديتك 50 سنة عيشة عادية الحمد لله، بس تقعد قدامهم ما لا نهاية في الجنة، تختار ايه؟ شفت القضية؟ فعلشان كده ربنا بيقول لك في الآية الجميلة دي ولولا فضل الله عليكم ورحمته. رحمكم من الحرام، رحمكم من طريق الشيطان، رحمكم من الفساد. جاء بك أنت هنا في الوقت الذي حرم فيه كثير من الناس، جعل مالك حلالا زلالا في الوقت الذي أكل فيه كثير من الناس الحرام. دي نعمة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون شعارك في هذه الأيام الطريق من هنا إلى الجنة. طريق واضح وصريح لا بد وأن تسير فيه بدون تردد أو خوف أو تفكير. فالله لا يحب التردد في الخير ولا يحب التفكير فيه أبدا. سر، وكما قالها نبينا عليه الصلاة والسلام، وده ملمح رائع لما صعد على أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان فاهتز أحد. شوف الكلمة النبوية، قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثبت أحد، اثبت فإنك على الحق، لا تتردد. ولماذا تتردد؟ هذه الفرصة إن جاءتك لن تأتيك مرة أخرى. وذلك ربنا بيقول لك ايه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف بك، هداك إلى طريقه ووفقك إليه وجعلك تحبه وتحرص عليه. إنك لم تأتي إلى طريق الله بإرادتك، لا،
وإنما جئت بفضل الله عليك. طب دي تساوي كام؟ اشمعنى انت النهاردة، انت اللي جاي المسجد، سألتش نفسك كان ممكن تكون موجود دلوقتي في خمارة او بتشرب مخدرات او ليه انت اللي جيت هنا؟ ومن الذي جاء بك؟ شوف النعمة دي تقدر بثمن، تقدر بثمن. وذاك الراجل الغني لما يبقى في الصحراء كل حاجة انقطعت بيه، بس معاه 1-2 مليون جنيه، عطش، لو عدى عليه واحد بكوباية مية وهو هيموت من العطش، يقول له أنا عايز أشرب لكوباية المية دي ب100,000، هيقول له إيه؟ هيقول له إيه؟ موافق. لا، يقول له طب ب500,000 موافق. طب ب1,000,000 موافق. شوف شوية مية. طب انت النهاردة الحمد لله الحمد لله عندك كل حاجة، وفوق ذلك رضي الله عليك وجاء بك إلى ما يحبه وما يرضاه، وعافاك عما وقع فيه غيرك، واصطفاك لتذكر الناس به في أيام فتحت فيها كثير من أبواب الشياطين. انت نقطة بيضة في هذا الزمان، نقطة أمل مهمة. عشان كده دايما بقول الأيام دي لازم تكون نقطة أمل للناس، لازم في خير. طالما ان احنا بنتكلم كده يبقى في خير، في ناس كويسة. خليك نقطة أمل، نقطة إيجابية في دنيا الناس دايما، عشان الناس اللي حواليك لما تشوفك يمكن ربنا يجعلك سبب ويتغيروا على ايدك. وإذاك ربنا هيرجع هيقول لك تاني وأن الله رؤوف رحيم. رحيم رحيم جالي. كم ذنب في حياتك انت ارتكبته كان ممكن يدمرك بسببه؟ كتير. لكن رحمك وسترك وطهرك وشرفك وأعزك، بل وجعلك تحترم بين الناس. كل هذا بفضله هو ومنته هو. وذلك ربنا بيقول تاني، بيذكرك تاني هذه النعمة التي أنت فيها نعمة عظيمة. أسألك سؤال أخير. كل يوم بنقرأ في الجرايد واحد انتحر، واحدة انتحرت. ليه؟ وانت بص كده هتلاقي عندك عربية، عندك بيت، عندك محل، عندك وظيفة، عندك صحة. شوف النهاردة لما واحد بيجي يعمل عملية كبد، زراعة كبد، بيدفع كام؟ كام؟ مبلغ كبير. طب شوف انت عندك ايه في جسمك؟ كل حاجة. ده جه في الحديث الصحيح رجل عبد الله 500 سنة، فقال الله للملائكة أدخلوا عبدي هذا الجنة بإيه؟ بنعمتي. فقال لا يا رب، بعبادتي.
فقال الله زنوا عبادة 500 سنة بنعمة العين. نعمة واحدة بس، عينك دي. 500 سنة عبادة قدام عين. ايه اللي حصل؟ هوت العبادة امام نعمة واحدة من نعم الله. ده انت على بعضك كده نعم. واعظم نعمة انك مسلم. وذلك ربنا هيقول لك اهو: يا ايها الذين امنوا يا من كنت رؤوفا بكم ورحيما عليكم وجعلتكم تمشون في طريقي بفضلي أنا في الوقت الذي حرم فيه الكثيرون. لا تتبعوا خطوات الشيطان. إياك ثم إياك. الشيطان لن يتركك لأنه يغار منك الآن. يقول أنا في جهنم وأنت في الجنة. لا، سأدمرك، سأحطمك. فيأتيك بخطواته وشباكه، فلا تتبع هذه الخطوات ولا تنظر إليها وابتعد عنها. ليه بقى؟ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. تعرف انت ماشي صح ولا غلط لما تلاقي لسانك طول النهار شتيمة، غيبة، نميمة، ده حرامي، ده نصاب، ده دجال، ده كذا. طب ما بدل ما تعمل كل الكلام ده ما تمسك ورقة وقلم وتشوف سيادتك اخبارك انت ايه، انت عامل ايه، انت مشاكلك ايه، انت عدل نفسك الاول وبعدين عدل غيرك ولا ايه؟ شوف. لكن الشيطان ينسيك نفسك ويجعلك تقع في غيرك حتى يدمرك. شوف، فإنه يأمر بالفحشاء لحد ما يخليك تبدأ تؤمر. زي أول امبارح ولا من 3 أيام قصة الإعلام كله، الراجل اللي بيبيع أخته، بيبيعها، وزوجته بيبيعهم، بيأجرهم، بيقدمهم للرجال. عشان ايه؟ شوف الإنسان لما يصل إلى قمة الحقارة. الحيوانات لا تفعل هذا والإنسان بيعمل كده. ليه؟ لو فتشت هتلاقيه كان كويس بس دخل في خطوة من خطوات الشيطان لحد ما وصل لهذه المرحلة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ويرجع تاني يقول لك، وشوف الجملة دي اتكررت كم مرة دلوقتي: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. تاني: ما زكى منكم من أحد أبدا. يا سلام، ما كنتش هتبقى كويس، ما كنتش هتتزكى، ما كنتش هتتطهر. هذا فضل من الله عليك. ويختم لك الآية الجميلة: ولكن الله يزكي من يشاء. هو الذي يزكي ولست أنت. ولا تزكوا أنفسكم، الله هو الذي يزكيك وهو الذي يحبك وهو الذي يعطيك. اختم لكم بالقاعدة دي. واحد من الصالحين فهمها فقال لنا الجملة الجميلة دي. بقول ايه؟ كان لله معي عادة. كان لله معي عادة
مثلا قيام ليل، يعني ربنا مثلا وفقك انك تصوم اثنين وخميس، وفقك انك تحضر الدرس، وفقك انك تصلي جماعة بخشوع، وفقك انك تحج كل سنة تعتمر، وفقك. كان لله معي عادة، شيء اعتدت عليه، فجعلت مع عباده عادة. العبد المؤمن ده عمل ايه؟ جعل هو بقى مع ناس ايه؟ عادة برضو. قال لك زي ما ربنا اكرمني انا الزم نفسي ان انا مثلا هكرم فلان وفلان وفلان طول ما انا عايش وبعد ما انا عايش، فاصبحت ايه؟ عادة. فجاء اليه رجل وقال له يا هذا امسك، يعني ما عادش بقى تدي بقى، كفاية، اقف يا عم هتتفقر. قال فقلت لو قطعت عادتي مع الناس لقطع الله عادته معي. وصلت؟ شوف، لو انت قطعت ممكن كل شيء انت فيه دلوقتي ايه؟ يزول. ذكر ربنا بيقول لك الشيطان يعدكم الفقر، عايز يفقرك انه يبعدك عن الخير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وان شاء الله نكمل في لقائنا القادم ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.